اوعي تكوني بترشي الناس وانتي مش واخدة بالك. شخصية ال people pleaser، الشخص اللي بيسترضي الناس عشان ياخد منهم حاجة هو محتاجها. والحقيقة إن ده موجود في أمثلة كتيرة بتحصل كل يوم. الناس اللي بتقول لهم أسرار عن نفسك عشان تحسسيهم قد إيه هم قريبين منك. الناس اللي بتتنازلي عن حقوق ليكي عشان خاطر بس تقولي لهم ده انتوا مهمين عندي. الناس اللي بتبين لهم ان انت اقل منهم عشان بس تحسسيهم ان انت محتاجة وجودهم في حياتك. الناس اللي بتجيب لهم هدايا عمالة على بطال عشان بس تفضلي وضامنة ان هم يفضلوا معاكي. الناس اللي بتهدمي حدودك معاهم عشان هم ما يحسوش بالضيق ويمشوا ويسيبوكي. كل دي أمثلة للرشاوي انت بتقدميها للناس لأنك بس خايفة تخسريهم. والسؤال الحقيقي المهم هنا، هو انت خايفة من ايه؟ لو بطلتي تقدمي الرشاوي دي هي الناس هتسيبك ليه؟ إجابات الأسئلة دي ممكن تكون مختلفة حسب نظرة كل واحدة لنفسها. تمرين النهاردة، لو انت شايفة انك شخص بيقدم رشاوي للناس في علاقاتك بيهم، هاتي ورقة وقلم واكتبي الأسئلة دي وجاوبي عليها. أنا خايفة من ايه في علاقاتي من الناس؟ أنا بخبي ايه بالرشاوي اللي بقدمها؟